بص يا معلم، بيبدأ الفيلم في فترة الحرب العالمية التانية وتحديدا وقت احتلال ألمانيا لفرنسا. وبنشوف بنت جميلة اسمها ماري وهي مع حبيبها بروكنر. وبنعرف ان بروكنر ده جنرال ألماني، وبيقول لها انه بيحبها جدا وبيوعدها بحياة جميلة بعد ما الحرب تخلص. وبعد شوية بيقف السواق بسبب حجر كبير في الطريق، ولما بينزل عشان يشيله بيتعرض لضرب نار من كل ناحية. وفي الوقت ده بيخرج بروكنر من العربية، وبتروح الأشخاص دي لماري وبياخدوا منها شنطة مليانة سبائك ذهب. وفي اللحظة دي بيظهر بروكنر وبيضربهم كلهم بالنار، وبيقدر ينقذ حبيبته وكمان الذهب بتاعه. وبعد كده بنشوف الاتنين قاعدين مع بعض وبيتكلموا بخصوص الذهب بتاعهم، وبيعرفوا ان لازم يخبوه الفترة دي لحد الحرب ما تخلص وبعدها يطلعوه. فبتقترح عليه ماري مكان يخبي فيه الذهب، وبتقول له مفيش انسب من المقابر عشان يخبوه فيها. ولما بيسمع بروكنر رأيها ده بيقتنع بيه وبيقول انها فكرة حلوة جدا. وبعد 3 سنين من اليوم ده بنشوف ماري وهي أسيرة، وبتكون مع جنود أمريكان في العربية ورايحين المقابر. ولما بيوصلوا بينزل القائد بتاعهم يتكلم مع عامل فرنسي، فبيعرفوا القائد بنفسه وبيقول له اطمن لأنهم مش جايين يأذوه. وبنعرف إن اسم القائد ده ميتلند، وجاي المكان عشان يخلي ماري تقول له الدهب مدفون فين. وبيقول القائد للجنود بتاعته تاخد العامل بعيد عشان يعرفوا يشوفوا شغلهم. وبعدها بتيجي ماري وبيطلب منها ميتلند تعرفوا مكان الدهب بالظبط. وبيروح جندي مع العامل وبيستنوا في كوخ لحد ما الباقيين يخلصوا ويطلعوا الدهب ويمشوا. وفي الوقت ده القائد بيسأل ماري عن القبر اللي فيه الدهب عشان يبدأوا يحفروا ويطلعوه، لكن ماري بتقوله مش فاكرة لأن الموضوع ده من 3 سنين وشكل المقابر اتغيرت. وهنا بيقترح جندي على ميتلند انه يعذب ماري عشان تقول على مكان الدهب، لكن ميتلند بيرفض يعذبها وبيفك ايديها وبيقول لها لازم تساعدهم. فبتقول له ماري انها مش متأكدة من مكان القبر لكن شاكة في واحد فيهم، فبيروحوا يحفروا مكانه عشان يعرفوا كلامها صح ولا بتضحك عليهم. وفي الوقت ده بيكون العامل قاعد يتكلم مع الجندي، وبيكونوا الاتنين قربوا يبقوا صحاب. وبعدها بنرجع لميتلند وهم بيحفروا وبيعرفوا ان ماري بتضحك عليهم، فبيحذرها ميتلند بانها لو فضلت تخدعهم مش هيتردد وهيقتلها. فبتشاور له ماري على قبر تاني وبتقول له جايز يكون الدهب هناك. فبتروح الجنود عشان يحفروا تحت القبر ده وبيكونوا حاسين ان مفيش حاجة برضه. وبنرجع تاني للجندي والعامل وهما مع بعض، وبيحس الجندي بحركة في الكوخ فبيمسك سلاحه وبيهدد العامل. وفي اللحظة دي بيجي شخص من وراه وبيخلص عليه بالسكينة. وبنعرف هنا ان الشخص ده يبقى صديق العامل، وكمان يعرف ماري لانها فرنسية زيهم. وبيعرفوا العامل ان في جنود تاني بره بتضغط على ماري عشان يعرفوا منها مكان الدهب. فبيقرر ياخد لبس الجندي اللي قتله عشان يتنكر فيه. وبنرجع لماري والجنود مرة تانية وبنشوف ان برضه ما وصلوش للدهب. فبتقول ماري ان كل القبور شبه بعض وانها مش بتحاول تخدعهم ولا حاجة. فبيتكلم واحد اسمه جيري وبيقول انها بتخدعهم ومفيش دهب في المكان كله، وبيطلب من ميتلند يقتلها. فبتقول لهم لازم تدوروا على الدهب كويس لان دي فرصتهم الوحيدة عشان يبقوا اغنياء. وفي الوقت ده بيكون فيك لبس لبس الجندي وبياخد السلاح بتاعه عشان يقضي عليهم. فبيطلب منه العامل ياخد باله وبيقول له هيحمي ظهره بالبندقية اللي معاه. وفي الوقت ده بتكون الجنود بتحفر مكان ما بتقول لهم ماري، وكالعادة مش بيلاقوا الدهب. وفجأة بيظهر فيك وهو لابس لبس الجندي وبيوجه سلاحه وبيضرب واحد فيهم بالنار. وبيكون العامل بيحاول يساعده من بعيد. وبيروح جيري للجندي المصاب، ولما بيعرف ان الإصابة في كتفه بيقول له ما تقلقش، وبياخد منه قنبلة وبيرميها على الكوخ وبينفجر بالعامل. وفي الوقت ده بيكون الرصاص بتاع فيك قرب يخلص، فبيقرر يهرب منهم ويدخل جوه قبر محفور. وبيكون جيري وميتلند بيضربوا عليه رصاص كتير، وبنشوفه وهو جوه نفق محفور في القبر ده. وبنكتشف ان العامل لسه عايش لكن بيكون خسر دراعه بسبب القنبلة، فبيمسك سلاح جنبيه وبيضرب بيه الجندي المصاب. وفي اللحظة دي بيروح ميتلند وبيقتل العامل، وبيروح جيري لصاحبه عشان ينقذه لكن للأسف بيكون مات. وبعدها ميتلند بيشوف الجندي اللي مات بالسكينة، فبيروح يتكلم مع ماري وبيقول لها كل اللي حصل ده بسببها، وبيقول لها ان مبقاش فاضل غيره هو وجيري ومعندوش استعداد يخسروا. وبيعرفها ان قدامها اخر فرصة ولو كدبت عليهم هيخلص عليها. وهنا بيروح جيري ينقل الجثث بتاع الناس اللي ماتت، وبيسمع في اللاسلكي ان في كتيبة ألمانية جاية المكان اللي هم فيه، وبيكون عارف انهم جايين يقتلوهم وياخدوا الذهب. فبيروح يبلغ ميتلند بالكلام ده، وبيعرفوا ان لازم يخلصوا مهمتهم في اسرع وقت. فبيربطوا ماري في قبر، وبيقول ميتلند انه هيحط جماجم الجثث على راسها ويبدأ يصوب عليهم. وبيكون شايف ان ده الحل الوحيد عشان ماري تعترف. وبالفعل ماري بتخاف وبتقول لهم هحكي على كل حاجة وهتعرفهم المكان الصح. بيحصل هنا فلاش باك وبنرجع بالزمن 3 سنين، وبنشوف ماري رايحة هي وبروكنر للمقابر عشان يدفنوا الذهب. وبتختار ماري قبر معين وبتقول ده أنسب واحد.
فبيفتح بروكنر القبر وبيسيب فيه الدهب، وبعدها ماري بتاخد السلاح بتاعه وبتضربه بالنار وبتخبي جثته مع الدهب في القبر. ولما بتخلص ماري الحكاية دي بيروح ميتلند للقبر اللي فيه الدهب، ولما بيفتحوه بيلاقوا الدهب فعلا وبيكونوا فرحانين بسبب الكمية الكبيرة. وهنا بتتصدم ماري لما مش بتلاقي جثة بروكنر، وبتقول لهم انها ضربته بنفسها بالرصاص ومتأكدة انه مات. وفي اللحظة دي بيخرج فيك من النفق وبيكون ماسك سلاح وبيهددهم بيه، وبيطلب من ماري تاخد الشنطة وتهرب بيها. وفعلا ماري بتعمل كده وبيفضلوا يضربوا نار على بعض لكن محدش فيهم بيتصاب. وبتهرب ماري بالشنطة وبيجي فيك وراها وبيتكلموا مع بعض، وبتقوله انها اتحبست 3 سنين بسبب الدهب ده. وبنعرف ان ماري كانت جاسوسة وعايشة مع بروكنر عشان تاخد منه الدهب، وبتلوم انه ما كانش في المقابر لما دفنوا الدهب لان دي كانت مهمته اللي متفقين عليها. فبيعتذر لها فيك وبيقول لها انه بيدور عليها كل يوم من ساعة ما اختفت. وهنا بيجي ميتلند وجيري، فبيروح فيك يجيب السلاح بتاعه عشان يدافع عن نفسه، وبيبدأوا يضربوا نار على بعض. فبتضربه ماري على راسه وبتاخد الشنطة وبتجري، لكن جيري بيوصل لها وبيهددها بالسلاح اللي معاه وبيجبرها توقف اللي بيحصل ده لأن في كتيبة ألمانية على وشك الوصول. وبيقولوا لفيك يوقف ضربه وهياخد سبيكة دهب، وبالفعل بيوافق وبيبدأوا يستعدوا للكتيبة اللي جاية وبيجهزوا قنبلة كبيرة. وبيروح جيري يساعده، وبيتكلم ميتلند مع ماري وبيديها سلاح تدافع بيه عن نفسها. وبتبدأ ماري تحكي عن الدهب وبتقول إن الدهب ده ملعون وهي كانت مخبياه عشان تخلص من اللعنة دي مش عشان تاخده وتهرب بيه. لكن طبعا ميتلند مش بيصدق ده، وبيروحوا يجهزوا كمين للألمان وبيحطوا جثة في العربية وتحتها القنبلة اللي عملوها. بالفعل الكتيبة بتوصل وبيكون العدد كبير جدا، وبيشوفوا العربية اللي فيها الجثة فبينزلوا يشوفوا فيه ايه. وهنا فيك بيدوس على الزرار وبيموت عدد كبير من الكتيبة، وفي اللحظة دي بيبدأوا يصطادوا الكتيبة واحد ورا التاني، وبتفضل المعركة شغالة وبيقدروا يخلصوا على كتير منهم. وبعد شوية بيكون رصاص فيك خلص فبيجري عن النفق تاني وبيهرب من المكان كله. وهنا بتحصل مفاجأة وبيظهر بروكنر مرة تانية وبيضرب ماري في رجليها، وبعدها بيشوف فيك وبيقتله برضه. وبيكون جيري بيتخانق مع جندي ألماني قوي جدا فبيتصاب إصابات كتيرة وبتكون حالته خطيرة. وبيجي ميتلند عشان يطمن عليه، ولما بيشوفه بيعرف إنه هيموت فبيوعدوا يرجع له لما المعركة تخلص، وبيقوم يشوف المعركة اللي وراه. وهنا بروكنر بيعدي من قدام جيري فبيحاول يقتله لكن ما بيعرفش. وهنا بروكنر بيضرب عليه كذا رصاصة وبينهي حياته. وفي اللحظة دي بيتعصب ميتلند عشان صاحبه فبيضرب بروكنر بالنار والرصاصة بتيجي في دراعه. وهنا بيتكلم بروكنر مع ميتلند وبتتصدم ماري ان هو لسه عايش. وفجأة بيقوم بروكنر وبيتكلم معاها، وبتعرف انها لما ضربته بالنار الرصاصة جت في وشه لكنه ما ماتش. وبيكون ميتلند قاعد وموجه السلاح ناحيته، وبيقول ميتلند انه بلغ الجيش الامريكي والطيارات على وصوله هتضرب المكان كله بالصواريخ. فبيتفقوا التلاتة يرموا الأسلحة ويقسموا الدهب بينهم. لكن فجأة ماري بتمسك السلاح وبتقتل ميتلند، فبيقرب منها بروكنر وبيقول لها نقدر نرجع لبعض تاني وننسى كل اللي فات. وفجأة الاتنين بيضربوا بعض بالنار والاتنين بيتصابوا، وبتكون دي النهاية وبيخلص الفيلم على كده.